السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كويزين غيتا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بألف خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم حلوة ديال رأس السنة، كتجي رائعة، كتجي زوينة بزاف، ولو حتى نديروها حتى في العشيات ديالنا، والليله كانت عندنا شي عراضه كتجي راقيه في الصراحه، كتجي زوينه. الطريقه باش خدمناها كتجي اكثر من رائعه، وطريقه سهله. المهم في هاد الطورطه انها سهله، يعني اسهل ما يمكن لك توجدي في اخر وقت. كنأكد عليها في اخر وقت كتوجد، وكتجي زوينه بزاف، وكتجي لذيذه، وكتجي هشيشه. وطبعا المقادير ديالها هما بساطين كيف ما عودتكم دائما، واللي جاه يعني بحال الكاناش يوجدو صعيب راه حنا غنعوضوه كما غتشوفوا في الفيديو باشياء اخرى. اذن فيديو غادي يكون مشوق وممتع، غادي نتمنى يعجبكم طبعا. وما تنساوناش من الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس هكذا باش توصلوا بكل ما هو جديد، وكذلك ما تنساوناش باللايك طبعا فضلا وليس امرا. وشكرا للجميع. الطورطه ديالنا كيف ما لاحظتوا كيجيو الطبقات فيها باينين، كتجي زوينه بزاف، كتجي راقيه في المنظر. رغم ان التزيين درنا لها تزيين بمناسبه راس السنه، يمكن لينا نغيروا التزيين وغادي نديروها في اي وقت طبعا بغينا. المقادير ديال الجينواز هما هادو عاديين. انا الجينواز اللي كنخدم به دائما راني ما تنغيروش. عندنا 5 البيضات، 120 غرام سنيده، 120 غرام ديال الدقيق، 3 المعالق ديال الزيت، و3 المعالق ديال الماء. طبعا ضروري غادي نسخنوه في الاول، هو اللي كيساعدنا باش نطلعوا البيض دائما. واخا يكون الباطور عندنا يعني غير عادي، راه تيطلع بهذه الطريقه ديال الماء سخون مع البيض، وهذه طريقه زوينه. طبعا ما كنفصلوش البيض. اذن الفاني للتنسيم. اذن في الروبو انا غنخدم بالروبو، يمكن لكم راني خادمه معكم في القناه غير بالطراب العادي. اذن غنديروا البيض وسنيده، وغادي ندوروا الروبو في الاول غير بشويه، ما غاديش نديروه في درجه مجهده على ما يتخلط لينا البيض وسنيده. هنايا في هذه اللحظه هذه كنسخنوا ديك الماء ديالنا، هو لاحظوا معايا راه سخون مزيان، وكنضيفوه. هذاك الماء هو اللي كيعاوننا بزاف، غير جربوه كيجي حتى الكيك الجينواز ديالنا كيجي رطب. اذن هنا طبعا غادي اللي عندها الباطور عادي تقريبا راه كياخذ حتى 7 10 ديال الدقائق حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض، كيولي لنا بهذا الشكل. هنا في الروبو الكبير طبعا راه دغيا ما تياخذش وقت كتير. هذه هي الفرق اللي كاين. اذا ضفنا الفاني للتنسيم، يمكن لكم تغيروا في التنسيم دائما، يعني تنسموا باش ما بغيتو. اذا هنا الخليط ها هو دا واقف. اذا واخا ديروا هاد الطريقه بالباطور ضروري العادي طلعوه مزيان. اذا غادي ندير الدقيق دائما نفس الطريقه غربلته من قبل، وفاش نبدا نضيفو ضروري ما غادي نعاودو بالتغربيل. هنا غنخدم معكم بالفويي من الاحسن. لاحظوا معايا راه كنحرك غير بشويه، غير كنزرب لكم الفيديو باش ما يجيش طويل، غير بشويه كنحركو باش داك الدقيق في البلاصه كيتوزع، راه ما تضيع الكيكه ما والو، كتجي عاديه. بغيتو تخدموا غير بالسباتولا يمكن لكم، راه تاني كنخدم بها غير هاد الطريقه ديال الفويي كتجي حسن دغيا. كنوزعوا الدقيق وما كنلقاوش يعني مجموع لينا في القعر ديال الاناء، تلقاوه كله تطلق. اذا هذه هي الطريقه سهله. من بعد ما انتهينا طبعا كنضيفوا ديك 3 المعالق ديال الزيت في الاخير. هنا كنحركوا دائما من الاسفل للاعلى بطريقه فنيه غير بشويه دائما. وغادي نديروا الكيك ديالنا. الفرن هنا نكون سخنته منين نبدا كنخدم الطراب، الفرن يكون شاعل سخون على 180 درجه من الاسفل ومن الاعلى بالنسبه للفرن الكهربائي. وراه حنايا واحد 7 حتى ل 10 دقائق دائما. راه معروف الجينواز ما نفوتوهاش لانه غادي يبس لينا في الفرن. والفرن العادي ديال الغاز طبعا كنشعلو من الفوق ودائما يكون سخون، ومن بعد كنهبطوا واحد شي شويه تاخذ لينا واحد اللون وكنجبدوها. اذن هذا هو الجينواز ديالنا. لاحظوا معايا كيجي زوين، غير نقيسوه نلقاو ما بقاش كيتلصق صافي غادي نحيدوه. غادي نقلبوه على واحد ورق الفرن واحد اخر، ولا ديروه على شي منديل كيف ما عجبكم. وغادي نستمر. هنا الكيكه غندير فيها 2 ديال الجينوازات، بغيتها تكون كبيره شويه، يمكن لكم تكتفيو غير بوحده الا بغيتوها تجيكم صغيره. لاحظوا معايا الجينواز كيفاش كيجي رطب، يعني كيجي كيف ما تنقولوا حرير، يخدموا به كيف ما بغيتو. اذن هنا غادي نستعملوا الكاناش. انا هنا درت الكاناش في التغليف، يعني في القشره ديال ديك الجذع ديال الشجره استعملت هذا الكاناش. اذا 250 غرام ديال الشكلاط مع 250 مليلتر ولا 250 غرام ديال البانا، يعني الكريم فريش. اذا هنا الكريم فريش درنا حتى غلا، عاد جبنا درنا فيه الشكلاط. لاحظوا معايا كنحط
الشوكولاط في لا كريم فريش وكنخليه واحد المده، عاد كنحرك دائما نفس الطريقه، كنمزج هكذا وكنخليه حتى يعني كيتنسجم كله بهذا الشكل. وغادي ندير عليه البلاستيك الغذائي. طبعا خصو يقيس لنا الوجه باش ما يكونش ديك القشره. اذن هنا باش غنخدم يعني هنا باش قلت لكم بغيت نسهل عليكم في هذه الكيكه، ديروا اللي بغيتو، اما ديروا الكاناش واما ديروا الكريم فريش بحال هكا، وتزيدوا عليه ديك الشوكولا ديال الدهن، يعني باش كندهنوا الخبيز لوليداتنا. هذاك هو اللي غادي نضيفه في هذه المرحله، كيجي حتى هو لذيذ وكيجي بنين، وكنسرعوا المراحل علينا. هنا عندكم الاختيار، يمكن لكم تستعملوا هاد الكريمه، كتجي زوينه وكتجي لذيذه. في الصراحه تنجربها كتجي لذيذه، غير من الاحسن اختاروا بحال دابا هذا ديال شوكولاته الدهن كما شفتوا عندي انا، فيه واحد نسبه الكاكاو طالعه شويه باش ما كيجيش حلو بزاف. اذن هنا غادي نحرك الكريمه بهذا الشكل بحال هكذا، صافي كنلقاها انسجمت هي هذيك. غادي ننتقل هنايا باش نحاول كنحيد لها غير شويه ديال الحواف، يعني ما تنحيدهاش بزاف. وانا كما قلت راني استعملت جوج ديال القطع، غادي ندهنهم في خطره واحده تقريبا بنفس الطريقه. كنقاددها، كنحيد غير دوك الطريفات يعني اللي مايلين واحد شي شويه. وهنايا هنا في الصراحه ديروا قسموا حتى على 5. الا درتو غير جينوازه وحده قسموا على 5. انا هنا قسمت على 4، يعني درت الجذع ديال الشجره كما شفتوا راه جاني عالي شويه، ما درتوش حادر. صافي كتقسموا باي طريقه بغيتو، بالموس ولا بالجراره كيف ما بغيتو، راه كتقسم عادي. راه قسمت بالجراره، عاود خديت الموس السكين، يعني كيف ما جاتكم سهله راكم كتقطعوا عادي. اذن هنا ديروا غادي ندهنوا هذا. لاحظوا معايا الجينواز كتحكموا فيه. هنايا درت قهوه ديال سريعه الذوبان في شويه ديال الماء حتى سخن، وزدت عليها شويه ديال السكر سنيده حتى غلات، واحد 2 معالق ما كثرتش، الماء وسكر سنيده وقهوه سريعه الذوبان، ودهنت غير واحد شي شويه. اذا هنايا درت درت الشوكولاته الدهن. هنا من الاحسن، انا ما بغيتش نقوي الشوكولاته ديال الدهن، من الاحسن ديروا الكاناش ديالكم. اذن هنا عاد استعملنا الكريمه من الفوق. يمكن لكم تستغناو على الشكلاط اللي درت انا في الاسفل، ديروا غير الكريمه. المهم هو الطريقه ديال هذا الكيك، حاولوا تجربوه. في صراحه تنجربوه، انا تنديرو دائما، كنت جربته عجبني وبقيت كنديرو، كيجيني اسهل كيك من غير كيف ما ذكرت، من غير راس السنه راه كيجي زوين. دائما كندوروا هكا وغنستمروا. شوفوا معايا الطريقه سهله. غنبقاو ناخذوا دوك الطريفات المستطيلات اللي قطعنا وغادي نلصقوا في الحافه اللي هذا ونكملوا. كيف ما ذكرت معكم درنا له داك التزيين ديال الشكل، يعني ديال جذع الشجره في داك الطريقه هكاك، على حساب يعني راس السنه اللي بغى يعني يفرح بها وليداتو كياكلوا ديك الكيك تعجبهم، عاده ماشي شي حاجه. اذا يمكن لينا من غير راس السنه نستعملوها، يعني نحيدوا داك الشكلاط ونديروها مثلا غير الكريمه وتغطى من الفوق ومن التحت، وكنزينوها عادي بحال الطورطات اللي كنزينوا دائما من الاعلى. كنغطيوهم كاملين وكنديروا فيهم مريضات ونديروا فيهم الفواكه من الفوق. غير هي المهم هنا هي الطريقه باش كنخدموا هذا الكيك. راه ما يمكنش ماشي يعني تخدموا به غير في هذا الشكل ديال جذع الشجره، لا، يمكن لكم تخدموا به اي مذاق بغيتو في الكريمه لداخل من غير ديال الشوكولات. ودابا ان شاء الله نشاركوا معكم في طريقه واحده اخرى كيجي اكثر من رائع، حتى هو كيجي زوين. هذا الكاناش ديالنا اللي شاركت معكم. بعد ما برد انا درتو ليله قبل، من الاحسن كنديروا ليله قبل. طربته بالطراب بحال هكذا، بغيتو يجيني مغلوق. اذن اما غادي ديروه غير بالسباتولا ديالكم دهنوه، ولا ديروه بحال هكا بلا بوش، وغادي نملسوه بحال هكا، نبقاو نقادو الحواف ديالو كاملين، واخا غير بمعلقه ماشي ضروري. هنايا الادوات الاغلبيه ديال الكيك اللي حاطه لكم انا السنه اللي فاتت راهم ساهلين، الطريقه ديالهم رجعوا لهم راهم زوينين في الصراحه وبساط. اذن هنا خديت فرشيطه وتنزين عادي. شوفوا معايا انا حتى الوجه ديالها ما غنزينو ما والو، يعني خليتها عشوائيه كيجي المنظر فيها زوين. كيف ما حطيتها خليتها واحد شي شويه غير بالفرشيطه هكا دوزت، من بعد كملت الجناب فقط. وغادي نزينوها. التزيين كيبقى اختياري، ديروا عريشه القامه، انا ما كانوش متوفرين عندي. هنا درت واحد شي شويه ديال الازير غير للتزيين، كما كتعرفوا الوليدات كيبغيو المنظر. وغنديروا اي فاكهه عندنا، ولا نديروا كويورات ديال الشكلاط من الفوق، يعني التزيين راه كيبقى اختياري كيف ما بغيتو كديروا ليه.
اذا كيف مشوا الطريقه ديالو ما فيش يعني فاش ما خصو لا سيركل، وكيجي المنظر زوين، وكيجي كما قلت لكم ساهل وبسيط. كتوجديه في اخر لحظه الا بغيتي تحضري كيك غير الجينواز يطيب فقط ها هو واجد. هنا درنا ليه واحد شويه ديال السكر كلاصي باش كيعطي داك المنظر بحال يعني بحال طيح عليه الثلج. كيجي زوين في الصراحه اوراقي كيف ما قلت، ولذيذ بالطبع لان استعملنا فيه الكاناج. وكيف ما ذكرت يمكن لكم تستغناو على الكاناش، ديروا غير كريمه سائله مع الشوكولاته ديال الدهن باش كدهنوا لوليداتكم الخبيز. كيجي زوين بزاف وسهل الطريقه، غير تبعوها معايا. والجينواز غادي نعطيه لكم بعبار ديال الكاس. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان غنخلي لكم الوصفه ديال اللي حاطه فيه بعبار الكاس، كيجي ناجح حتى هو 100% في صندوق الوصف ان شاء الله. شوفوا معايا الكيكه كيفاش كتجي هشيشه، كتجي لذيذه، واخا عاد صوبناها في البلاصه قطعتها. لاحظوا معايا كيفاش كيجي الكيك، غير تبعوا المراحل ديال الجينواز راه ناجح. الجينواز يعني كيف ما شفتوا ما تنفصلوش البيض الابيض على الاصفر، كيجينا ساهل. والكيكه كتجي في الوسط يعني كيكون منظر اخر، كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه، والطريقه ديالها سهله. هذا هو المهم في هذا الكيك اللي حاولت نحطه لكم اليوم، باش يعني واخا ما ديروش بالشكلاط ديروه في مذاق اخر كيجي زوين. الكيك كيجي كيدوب في الفم هشيش بزاف. فات ليا درت معكم الجينوازات ديال رولي كيجيو زوينين، ديال لي بيش كيجيو اكثر من رائعين بنفس الجينواز. شوفوا الكيك وفي الاخر تنقول لكم سنه سعيده ان شاء الله تدخل عليكم جميع المتمنيات يعني طريقه بصحه والسلامه. كنتمنى طبعا الزقبال الزاهر ان شاء الله ليكم لوليداتكم ولاخواتكم والعائله كامله. وفي الاخير ما تنساوناش بالتسجيل طبعا في القناه وتفعلوا الجرس هكذا باش توصلوا بكل ما هو جديد ديال القناه. والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.